بنص كيلو لحمة عملت أحلى كفتة في البيت، مضمونة 100%. خليكي معايا وهقولك على السر اللي يخليها تفضل متماسكة وما تفكش منك في الفرن. السر في خطوة واحدة وناس كتير بتعملها غلط. تعالوا أقولكم عملتها ازاي. لو بتحبوا الوصفات السهلة والمضمونة اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير. يلا بينا نبدأ وصفتنا. في البداية نقول بسم الله. في الكبة هنضيف بصلتين وسط. لو ما عندكيش كبة عايزة تبشريهم في المبشرة مفيش مشكلة. نفرمهم فرم ناعم زي ما انتوا شايفين، وبمصفى هصفيهم تماما من المية. بعد ما نصفيهم ما نرميش المية عشان هقولكم هنعمل بيها ايه. عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة ملبسة حوالي 20% دهون. نضيف عليها تفل البصل اللي صفيناه، 3 معالق صغيرين من الملح، معلقتين فلفل اسود، ومعلقة كبيرة بهارات لحم. وهي دي كل التتبيلة. هنبدأ هنا نعجنهم كويس جدا، وهو ده السر. هعجنها الأول دقيقتين على إيدي لحد ما المكونات تتجانس مع بعض، وبعد كده هلفها لفة في الكبة. هنضيف كل الكمية في الكبة زي ما انتوا شايفين، وهبدأ أضربها كويس جدا لحد ما تاخد القوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ وهو ده السر اللي مش بيخلي الكفتة تفك في الفرن. بعد كده بدخلها التلاجة ساعة ترتاح. بجيب مية البصل وبضيف لها معلقة بابريكا ومعلقة زيت. بعد كده بجيب اللحمة وبنبدأ نسيخ. ممكن تعملوها على الأسياخ الخشب زي ما انتوا شايفين، أو لو عندك مسن ممكن تدهنيه زيت وتعملي برضو زي نفس الكلام، أو على يد معلقة معدن. هنعمل واحدة تانية كده زي ما قلتلكم على يد معلقة زي ما انتوا شايفين. ناخد من مية البصل برضو كده عشان تسهل معانا. بعد ما خلصنا الكمية كلها ببدأ أدهنها كده بمية البصل. بعد كده بندخلها فرن حامي، أرضية الفرن نار فوق وتحت، مدة 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. بلاش تسيبوها تنشف أوي في الفرن. وطبعا كفتة يبقى لازم نعمل عيش شامي. عملت عيش للسندوتشات زي ما انتوا شايفين الجمال كده. وبكده عملنا أحلى كفتة متماسكة وطرية وعمرها ما تفك منك في الفرن. لو جربتوها قولولي طلعت معاكم ازاي. لو بتحبوا الوصفات السهلة والمضمونة اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.